جون. الله اكبر يا ولد يا ياسر. هي ان شاء الله التاني جاي ان شاء الله. جون جون يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه يا ولد. حط حط. هي يا ولد. يلا يلا انت وهو هنجيب والله. يلا يابا روح شوفها يابا، روح شوفها يابا. دي هندس وباينه وما فيهاش ربع كلمه يا جدعان، ما فيهاش ربع كلمه. المفروض تتحسب، ما فيهاش. هي ضربه جزاء باينه قوي انها في ايده، يعني باينه قوي انها في ايده. هما بيعترضوا على ايه يعني؟ بتوع سيراميكا بيعترضوا عليا، نفسي افهم. ما الكوره في ايده بيعترضوا على ايه؟ اللاعب يا جدعان اصلا اللي بيلعب كوره اصلا مش مركز. ماشي اما الكوره خبطت في ايده، ده اصلا مش مركز. بصوا عليها هندس يا جدعان. هو واخد وقت في ايه يا جدعان؟ ما في ايده. هو واخد وقت في ايه؟ انت هو بيعمل ايه ده؟ ما في ايده يا عم، جابها له من 3000 زاويه في ايده. ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه. انت بتهزر. ايه المهزله دي يا جدعان؟ ايه المهزله دي يا جدعان؟ وضع تشريحي او زفت ايه؟ الكرة في ايده، الكرة في ايده. ده بيعمل ايه ده؟ يا نهار اسود. الكرة في ايده، الكرة في ايده يا جدعان. ايه ده؟ يا نهار اسود. تعبت والله، تعبت وزهقت من ده حظ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النادي الاهلي، انا بصور كل شوط لوحده تمام عشان عامل حلقه لريال مدريد. النادي الاهلي اول شوط تمام. حظ يعني، مش فاهم ايه الحظ وايه الليله الزرقاء دي، فاهمني؟ انا مش راضيه تمشي معايا خالص. مش فاهم في ايه، مش فاهم في ايه. اول حاجه تمام، المدرب يسترب بدأ بخطة شوبير في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، بالعمري. اتنين ارتكاز اللي خانقه الملعب برضو. ديانج ومروان، قدامهم امام عاشور، يمين زيزو، شمال تريزيجيه، قدام اوتاكا. طبعا انت نازل اول ربع ساعه ماسك كوره ضاغط تمام، عامل كل حاجه. هنتكلم دلوقتي في الماتش تمام. اول 6 دقايق جت كوره كده لتريزيجيه شاطها، بسام يصدها بكل سهوله. انت ماسك كوره طبيعي، انت تمسك كوره طبيعي لان هو نازل بيدافع لك. علي ماهر النهارده نازل بيدافع لك ب5، فانت طبيعي تمسك كوره، عمال تنقل، عمال تعمل بتاع. فانت عمال تعمل كور كويسه. اول ربع ساعه انت ماشي بشكل كويس، يعني اول ربع ساعه انت من الدقيقه 4 لغايه الدقيقه 6 كان في ثلاث كور خطار كنت ممكن تجيبهم. كوره بتاعت تريزيجيه لعبها بالعرض لزيزو، بس جه شوطها قلشت منه. كوره تاني لاوتاكا ولكن ما قدرش يعمل لها حاجه. والكوره الثالثه بتاعت ياسر ابراهيم اللي من الركنيه. 3 كور انت كنت ممكن تعمل بيهم حاجه ولكن ما قدرتش تمام. بعد كده هو اول ربع ساعه زي ما بقول لك ماسك كوره، انت بتوصل بحاجات بسيطه، بس انت بتلعب ب2 ارتكاز خانقين الملعب. يعني هو نزل لك بيدافع لك، بتلعب ب2 ارتكاز برضو. المفروض مع بدايه الشوط الثاني، انا بصور كل الشوط لوحده زي ما قلت لكم. المفروض مع بدايه الشوط الثاني يسحب ديانج وينزل بن رمضان، ولازم بن شرقي ينزل مكان اوتاكا. لازم التبديلين دول يحصلوا عشان الملعب يظبط. لان هو خلاص فاهم، هو سجل في الجون بركه. محدش يا جدعان يلوم شوبير، ده بيصدها خدت ايده يعني صدها حظه من البطين، قام صدها لجوه وقامت دخلت، فاهمني؟ فهو هيعمل لها ايه؟ المفروض بقى الاثنين ارتكاز او المدافعين اللي واقفين المفروض هم يمنعوا الشوطه دي اصلا. يوم الشوط كده انت ماسك كوره وضاغط والدنيا تمام، بس اسمه دوت شوطه مفاجاه غريبه جدا تخش. بعد كده الدقيقه 26 دي الكره الوحيده اللي لعبناها منظمه. امام لعبها بالعمري عملها بالعرض، راحت لمحمد هاني لعبها بالعرض لزيزو، رايحه لديانج عشان مش مكانه، حته صانع الالعاب مش مكانه. شاطها عجيبه جدا، قامت خبطت في المدافع تمام، وراحت لامام قام شاطها طياره في الجو. الكره دي لو موجود فيها بن شرقي او بن رمضان كان هيشوطها عدل، لانه بيعرفوا يشوطوا شويه عن ديانج، فاهمني؟ والكره دي الكره الوحيده اللي عملناها منظمه اصلا الشوط الاول. وكتبت حاجه، هو ليه زيزو مش بيطلع هاني؟ يعني ليه زيزو مش بيباصي لهاني؟ هاني بيبقى فاتح له كتير قوي، يزقها ويجري او يلعبها هو. يا عم بص، حط الهاني جنبك،
هيبدا هيرفعها كويس. يعني مش بيرفع كويس، خلينا مقتنعين، بس ممكن الواحده اللي عملها جات لك حضرتها لديانج وشطها، كانت ممكن يحصل منها حاجه. تمام. فمش عارف ليه ما بيبصيش لديانج، مش عارف ليه ما بيبصيش لهاني، حاجه غريبه جدا جدا جدا. بعد كده كتبت الدقيقه 35 احلى حاجه، احلى حاجه الجمهور يا جدعان بصراحه مش ساكت من اول ما بدانا الماتش لغايه الاخر، حتى بعد ما دخل فينا الجون هو بيشجع بحماس وبتاع. ايوه هو ده الكلام، هو ده الكلام، حمسوا اللعيبه شجعوهم، مع اني مش شغال برضه، مش عارف نعمل لهم ايه دول، يعني مش عارف. بعد كده كتبت انت ماسك كوره بتوصل بحاجات بسيطه فاهمني، ولكن برضو فين انا عايز اوصل فاهمني، نزل صانع العاب تاني، انا عايز اوصل. انت بتوصل بحاجات بسيطه فاهم، مش بتوصل مثلا بقى بكميه هجمات وبتاع، انت بتوصل بحاجات بسيطه وعمال تعمل في كور عاليه لاوتاكا ولتريزيجيه. يا عمي مفيش راس حربه فاهمني، مفيش راس حربه، عمالين نعمل برضو بكور عرضيات يا عم والله بلا اي فايده. ويسفر عن كل ده ايه الدقيقه 39 كوره جت للاعب فخري لقاي، اللي هو تاني الهدافين الفريق عندهم، واكتر حد صانع اتكلمت عنه عن الحلقه اللي فاتت. جت عدل طق شاط، ولا رقابه ولا اي حد معاه، تمام، الشاط تروح صاروخ، شوبير يصدها بس لسوء حظه والحظ السيء يعني تخبط في ايده من هنا كده اهو، تمام، وتصد لجوه فاهمني. يعني بشرع الكرة تصد لجوه فاهمني، انت شايف حظه، ويا ريتها مثلا وقفت على الخط او بتاع، دي طبت جوه وهدف. يبقى الهدف الاول عكس سير المباراه، انت ماسك كوره، انت عمال تنقل، انت مستحوذ، بتوصل بحاجات بسيطه فاهمني، وانت خانق الملعب انت بايدك بالاتنين ارتكاز، انت بتدافع عشان خايف من المرتدات بالاتنين ارتكاز، قاموا عملوها وجابوا فيك جون. ليه؟ علي ماهر ذكي، علي ماهر نزل لك بخمسه قفلان، علي ماهر اللي قال لك كلهم مصابين، كل اللي بيلعب اساسي، كل اللي بيلعب اساسي، انا هرشه والله العظيم من الحلقه اللي فاتت هرشه، لعب لك بخمسه دفاع تمام، ومنزل هو مقفلها لك، وانا هلعب على المرتده وهخطف، وخطف منها وسجل الشوط الاول، وواحد صفر لسيراميكا الشوط الاول. حاجه عكس المباراه خالص، انت ماسك الكوره عمال تنقل، عمال بتاع تروح فاهم، انت تروح بحاجات بسيطه بس ماسك الكوره بتحاول فاهمني. الجمهور صوته اتنبح في الشوط الاول، بس لسه في شوط تاني ان شاء الله نعمل فيه حاجه، مع ان يعني مش عايز افقد الامل، بس لا مش بفقد الامل مع الاهلي، ان شاء الله الشوط التاني هنكسب ان شاء الله. لازم في الشوط التاني يخرج ديانج وينزل بن رمضان، ويخرج وتاكا وينزل بن شرقي، لازم التبديلين دول يحصلوا. زيزو 60 دقيقة ما عملش حاجة، خرجه ونزل الشحات، ماتش عايز الشحات، انت بتدافع، انت عايز واحد مهاري هيحل لك، لازم ده ينزل، لازم. هنشوف الشوط التاني هيعمل ايه، اتفرج عليه واجي لحضراتكم. ومع بداية الشوط التاني احب اقول لكم الف مبروك يا جدعان، خلاص الف مبروك. لو عايزين تدوا الدوري لبيراميدز او الزمالك، الف 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 مبروك على النصيبة اللي في الاخر دي. ضربة الجزاء في ايده، انا هتكلم عن الشوط التاني وهتكلم على لعيبته وهتكلم عن كل حاجة، بس اديني حقي، اديني حقي. الكرة في ايده، الكرة في ايده يا جدعان، ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام، دي الكرة هنا، الكرة هنا، صباح الفل، صباح الفل. ده كده حكم. عرفتوا ليه بقى الاهلي بيطلب حكام اجانب؟ عشان الحكام دي يعني كرة يا جدعان في ايده بطريقه غريبه جدا، ما يحسبهاش، دي بتنهي الماتش. انا هتكلم على لعيبتي هتكلم عن كل حاجه، بس الكرة في ايده، الكرة في ايده يا جدعان. خد من فيها وقت طويل، اللي فالح فيه اللي يجي يكلمه ويديله انذار، واللي يجي يكلمه ويديله طرد. طب ماشي يا عم تمام، ابعدهم عنك، روح شوفها كويس، انت ما شفتهاش اصلا كده، انت ما شفتهاش اصلا، دي الكرة في ايده، الكرة في ايده. حاجه ما يعلم بقى ربنا ازاي كرة زي دي ما تتحسبش. انا مش عارف في دوريات العالم كلها بتتحسب ازاي، في الدوري المصري عندنا ما بتتحسبش، انا مش فاهم، انا مش فاهم ايه يا جدعان الحكام دي، ايه يا جدعان الحكام ده، وايه الحكم ده؟ انا نفسي افهم ايه الحكم ده. ويقول لك تحكيم مع الاهلي، ده كده التحكيم مع الاهلي يا جدعان؟ الكرة في ايده، الكرة في ايده، يا نهار اسود. انا في صدمه، انا هوريك فيديو دلوقتي، انا مصدوم، انا رد فعلي انا مصدوم. خش يا باشا نتكلم في الشوط التاني. يسترب فاق، وقام نزل لك الشحات مكان ديانج، تمام، عشان يلعب اتنين صناع العاب. فما كنت تبدا كده، كنت تبدا كده، ليه ما بداتش كده؟ ليه ما بداتش كده؟ انا نفسي افهم ليه ما بداتش باتنين صناع العاب؟ ما انت عارف اللي هو نازل هيدافع لك، ما هو انت عارف ان هو هينزل قدامك يدافع، ليه ما بداتش بكده؟ انا نفسي افهم، حاجه غريبه
مش مفهوم لها. ضيعت شوط الاول كامل، الشوط التاني انت ماسك كوره وضغط بقى رهيب بقى، فاهمني؟ انت كنت تنزل كده كنت خلصت الماتش، انت كنت ممكن تكسب، كنت ممكن تكسب، لكن فقدنا نقط بطريقه غريبه جدا. كتبت ضغط كويس، نازل انت ضاغط ومستحوذ والدنيا تمام، والشحات ومروان مشغلين وعمالين يودوا اللعيبه يودوا اللعيبه، ولكن بلا اي فايده. يعني انا ماسك كوره وعمال العب كور بالعرض والعب كور كده والعب كور كده والعب كور كده، في الاخر خالص ما استفادش منها، ما استفادش منها. فين مهاجم؟ فين المهاجم؟ المهاجم النهارده في ماتش النهارده كان هيحل لك كتير، كان هينفعك بطريقه، يعني انا مش عارفه، مش عارف فاهمني؟ اللي هو كان يعني الكور اللي بالعرض اللي رايحه جايه دي مش كانت عايزه مهاجم؟ تلعب لي اوتاكا اللي مش مهاجم. قلنا لازما بن شرقي و والله يا جدعان مخنوق معلش. قلنا بن شرقي لازما ينزل تمام، ولازما محمد ولازما الشحات، ولازم بن رمضان. فاق ومنزلهم في الاخر، اول ما نزلوا السبب في الجون بن شرقي، بن شرقي اللي لعبها الياسر وحطها. فانت ليه ما بداتش كده؟ أنا مش عارف ليه حرقت الشوط الاول كله، انا ما اعرفش. بعد كده الدقيقه 55 كره خطيه من الشحات، الشحات اللي نزل يلعبها حلوه قوي قوي قوي، ما اتلعبتش اصلا طول الشوط الاول، اتلعبت لتريزيجيه، تريزيجيه قام شاطها بره على الشمال، ما يشوطهاش ناحيه الجون. مش عارف مكان الثلاث خشبات فين النهارده، بيلوش النهارده، فاهمني؟ بيلعب بروحه وعايز يخش بس النهارده تيجي الشوط على المرمى مفيش خالص، فاهمني؟ بعد كده دقيقه 60 كره خطيره من مروان، كرة اتحضرت لمروان، شاطها ولكن في الشبكة اللي بره. كرة خطيرة كلها شوط، مش عارف اقتحم منطقة الجزاء، مش قادر اقتحم، مفيش عندي اللعيب المهاري اللي يحل. لأول مرة جعان هقول مفيش بزيرة بتاع الزمالك، تخيل بقى مفيش بزيرة عندنا يرقص ويعدي. ده النهارده كان هيحل لك لو انت معاك واحد زيه، كان هيحل. مفيش المهاجم اللي خلص الكور. فانت يعني مش عارف والله العظيم، ما عارف، راح في صدمة، راح في صدمة. فقدنا نقط تاني، يعني قلنا ما ينفعش تفقد نقط خالص، تفقد نقط تاني بطريقة غريبة يعني. حول ولا قوة الا بالله. بعد كده خرج اوتاكا ونزل وخرج بالعمري، وسبحان الله ودى زيزو مكان بالعمري، فاهم؟ انا مش فاهم ايه التغيير الغريب ده. خرج اوتاكا وخرج بالعمري ونزل بن شرقي ونزل محمد شريف، تمام. نزلوا بقى ضغط، حط كله في ال 18، تمام تمام، ضغط 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 ضغط، كرة من اليمين للشمال ونقل وباص 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 وباص، بس بلا فايدة، فاهمني؟ انا عايز اروح للجون، انا عايز اسجل. انت النهارده جالك 3000 ركنيه ما استفدتش الا بواحده اللي ياسر ابراهيم جاب منها جول. جالك 3000 ركنيه ما استفدتش، فاهمني ازاي؟ برضه انا مش عارف. بعد كده كتبت ان زيزو بيلعب مكان بالعمري، وبرضه مودي من شرقي يمين، برضه هو مقتنع بيه يمين، ليه مش عارف. كنت تخلي يا عم زيزو يمين زي ما هو وتلعب بن شرقي مع تريزيجيه الناحيه دي، ليه وديته يمين؟ أنا نفسي اعرف هو ازاي مقتنع بيه كده. صح، هو مش مدرب اصلا، صح؟ في مدرب يقف كده؟ واقف النهارده صباح الفل، اللي بيعترض كابتن عادل وكابتن سيد وكابتن وليد صلاح الدين، الباقي كله هو واقف صباح الفل، انا مش من هنا، انا غريب، انا مش هنا، انا من غريب. هو لا، ايه ايه ويعمل لك كده؟ ايه ده؟ ايه ده علي ماهر، علي ماهر كان هيطرد من كتر الحماس اللي عنده. بعد كده كتبت ضغط 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 زي ما انتم عارفين بلا اي فايده، فاهمني؟ يعني عايز اجيب جون، فاهمني؟ عايز اجيب جون، خشوا يا جدعان. انا عمال انقل من الكره الشمال لليمين ومن اليمين للشمال وعرضيات الباك بيلعبها للباك، الباك بيلعبها للباك. طب ايه؟ انا كده استفدت ايه؟ مش عارف. بعد كده كتبت ان مروان والشحات هما احسن ناس النهارده، عملوا ماتش كويس جدا، بالذات مروان يا جدعان النهارده يقطع ويسلم قدام بطريقه ممتازه. ديانج كان كاتم عليه اول لما خرج بقى هو لوحده بصراحه، بيلعب بشكل كويس لانهم هم بيدافعوا، فانا كده كده انا هعرف اطلع بالكره على مروان، فاهمني؟ فبسم الله ما شاء الله كان عامل ماتش حلو النهارده. الشحات لما نزل فوق الدنيا شويه، عمل شغل كويس. بعد كده كتبت عرضيه من امام، شوطه ضعيفه قوي من زيزو النهارده اللي مش عارف برضو كماله النهارده، برضو بيلوش. عرضيه حلوه من امام راحت له، لو شاطها جامد هتخش، شاطها في اي زاويه هتخش، مش شايطها في ايد بسام. النهارده كل الكره اللي راحت على بسام كلها في ايده،
مفيش اي حاجه، كلهم في ايده. بعد كده اهوت كتبت دقيقه 78 ضغط ومفيش برضه مهاجم، زي ما انا بقول لك مفيش مهاجم، فاهمني؟ يعني الماتش ده انا كنت محتاج وسام ابو علي. الماتش ده كنت محتاج كنت يعني مش عارف تمشي ولا لا، بس كنت محتاج كاموش. هتقول لي كاموش لمين يا اسطى؟ دي ناقص عبط. اقول لك لا، كاموش النهارده في الزحمه دي كان ممكن عرضيه تخبط في دماغه، كان ممكن كرة في الارض تخبط في رجله، هتخش لانك انت ضاغطهم. تقوم خرجوا لي بره القايمه ونزل لي النهارده محمد شريف. محمد شريف نزل عمل ايه؟ محمد شريف نزل عمل ايه؟ فاهمني؟ وتاكا النهارده طول الماتش عمل ايه؟ ما عملش حاجه. انت عايز مهاجم. بعد كده اهوت كتبت نزول طاهر وبن رمضان وخروج زيزو واوتاكا. دي المفروض كانت من بدري. تبديل بن رمضان، طاهر النهارده نزل معاهم كالعاده. تبديل بن رمضان كانت المفروض من بدري، من بدري خالص تنزله. هيقلب لك الماتش هو وامام. اصل انت كده كده هقول لك انت كده كده ضاغط، المفروض تنزله. هيكبسوا، فاهم انت؟ شوطات من بره، كرات عرضيه، تحركات. الناس دي بتاعت كده، فاهمني؟ انما انت ماسك كوره بتلعب لي ب 2-6، حرقت الشوط الاول والشوط التاني فين وفين عقبال ما نزلت بن رمضان جنب امام. طب ليه؟ ليه؟ غلطات النهارده دي برضه غلطات من المدير الفني، فاهمني؟ احنا اتكلمنا على التحكيم، بس معلش انا اجي لفريقي. انا فريقي النهارده انا كان في ايدي اكسب. النهارده يا جدعان الجمهور، اتكلم شويه على الجمهور. الجمهور النهارده صوته اتنبح. الجمهور النهارده هو اللي جاب هدف التعادل. الجمهور النهارده اللي جاب لنا البيلن اللي ما اتحسبش ظلم. ايوه ظلم. هو النهارده اللي جابه بصوت. تعال شوف التشجيع، تعال شوف الحماس، فاهمني؟ عايزين نكسب، عايزين نكسب. واللعيبه انا شايف ده في الملعب بالشوط التاني كله. نزول الشحات ونزول الرجاله عايزين يجيبوا جون، فاهمني؟ بس للاسف مفيش، فاهمني؟ مش راضيه تمشي، فاهم؟ مش راضيه تمشي، عرقبه بطريقه غريبه جدا. بعد كده هوت موكا يعني في اخر الوقت الواحد كان هيقع. ليه؟ معلش. انت طبعا انت فتحتها بقى خالص. موكا بقى يروح بالمرتدات. واحده في الدقيقه 88 لو ظبطت معاه خلص عليك 2-1 ليهم. بعدها على طول الدقيقه 89 بعدها بدقيقه موكا ده تاني كرة تاني شوطها بره. الحمد لله. فانت الكورتين دول كانوا ممكن يخطفوك بالمرتدات. انت كنت ماسك كوره بتضغط كده، بس هو كان ممكن يخلص عليك في الاخر، فاهمني؟ ولكن ستر ربنا والحمد لله، وربنا عالم بالجمهور اللي صوته اتنبح. اللي صوته اتنبح ان الاجوان دي ما جاتش. كان زمانك دلوقتي بدل ما انت تاخد نقطه كان زمانك خسران. وانا بالنسبه لي التعادل خساره. انت النهارده خسرت. انت النهارده خسرت. وقعت في مسابقه الدوري. وقعت. يعني انت كده هو المفروض فاهم انت تتشقلب بقى، فاهمني؟ يعني بقى يحصل حاجات غريبه كده في الكون، فاهم؟ اللي هو انت ايه، تكسب لي الزمالك وتكسب لي بيراميدز، تمام؟ وتستنى الاثنين يقعوا مش من بعض، كل واحد بقى يقع بقى من فريق تاني ويوقعوا بعض، فاهمني؟ يعني صعبت يا جدعان، صعبت قوي 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 قوي. بس احنا لسه مع الاهلي. بس هي صعبت يعني بطريقه غريبه، بطريقه غريبه. حسبي الله ونعم الوكيل في تحكم. والله حسبي الله ونعم الوكيل. ضربه الجزاء دي كسبني النهارده. وايه مش ضربه جزاء؟ ضربه جزاء مليون في الميه. مليون في الميه. ما فيهاش ب 2 جنيه. ما فيهاش ب 2 جنيه كلمه. دي ضربه جزاء مليون في الميه. وتقوم تعمل كده اهو. انت شفت جريد ولسه صلاح الدين وكابتن عادل، شفت بيجروا عليه ازاي؟ اللي هو حرام عليك. شافوها في التاب. حرام عليك. حرام عليك. ضيعت تعب اللعيبه، ضيعت تعبهم. الشوط التاني، الشوط التاني اللعيبه تعبت، اللعيبه ضغطت، اللعيبه حاولت، عملوا اللي عليهم كلهم. كانوا في ال 18 يا جدع. ده ياسين مرعي وياسر ابراهيم كانوا في ال 18 عايزين يجيب جون. ولكن حرام. حرام. ايوه انا قصرت فني، وايوه اللعيبه وحشه، واتكلمنا في حته الفني، واتكلمنا ان اللعيبه مكسله في الشوط الاول. الشوط التاني بداوا يفوقوا شويه، وتبديلات غريبه من المدرب. المفروض كان يبدا اصلا بالماتش باتنين، فاهمني؟ ليه؟ لان انت كده كان نازل ضاغط، فاهمني؟ كنت تضغط من اول ماتش نفس ضغط الشوط التاني، فاهمني؟ انما معلش اديني حق. اديني حق، فاهمني؟ يعني ماذا بعد بقى؟ تلاقي الاهلي طلع لك ببيان بيشكو الحكم ومش هيحكم لك تاني. انا بقى استفدت ايه؟ انا كان زماني كسبان 2-1. اداء زي الخرا بس كان زماني كسبان. تخيل بقى التحكيم اهو يا جدعان. لنا الله. لنا الله. والاهلي يفقد نقطتين تاني في سباق الدوري عشان يوصل عشان يوصل للنقطة 41 في الدوري. والزمالك وبيراميدز، بيراميدز لو كسب والزمالك لو كسب هيفرقوا عنه، فاهمني؟ يعني الزمالك كده كده خلاص فرق، فاهمني؟ بيراميدز لو كسب هيفرق اكتر. لسه الدوري مخلص، لسه في 5 ماتشات المفروض نكسبهم كلهم.
وعليك انك تعطل بيراميدز والزمالك. املنا بقى في الفرق التانية زي ما بيلعبوا بروح قدامنا وبيموتوا كده على المكسب، يموتوا قدامهم، يموتوا قدامهم عشان يحاولوا يعطلوهم. عنديش كلام تاني اقوله، نخش في تقييم اللعيبه. شوبير النهارده 3/10، فاهمني؟ يعني هو الجون يتحاسب عليه شويه وشويه فيها حظ، ف3/10. محمد هاني 2/10. ياسر ابراهيم 6/10. ياسين مرعي 5/10. بالعمري 4/10. مروان هيبقى اعلى واحد فيهم 8/10. آه ديانج ديانج 2/10. مين تاني؟ تريزيجيه 5/10. اوتاكا 0، مشوفتش منه حاجة. آه زيزو 2/10. بن شرقي نزل، 2/10. بن رمضان لا تقييم، ملحقش، ولا هو ولا طاهر ولا محمد شريف ملحقوش. الشحات يقيم، نزل بدري. الشحات ممكن اديله 5/10، نزل عمل شغل شوية وبس. ونهاية المباراة بالتعادل 1-1، والأهلي يفقد نقط في سباق الدوري المصري. إن شاء الله خير، إن شاء الله المنتشر جاي خير. يلا، سلام عليكم.